بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده مداح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد محمود لك الصحة والسلامة. عايزين نعرف رد الأستاذ أحمد على الإساءة سيدنا سيد الأنام. يعني مش هيبقى ردي أنا، ده رد الدنيا كلها ورد العالم كله. أولا اللي حدث تطاول، إساءة، قلة أدب في حق نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، شفيع العالم، رحمة للعالمين أي مسلمين وغير المسلمين. من الصعب إن احنا نتكلم ونقول قبل كده حصل إساءة برسوم والنهاردة بفيلم. أنا لازم يكون لي رد، لازم أكون مسلم فعال، إنما ردي ما يكونش بالعنف، ردي ما يكونش بالإرهاب، ردي ما يكونش بإني أرد الإساءة بإساءة زي ما سمعت إن أحد المتشددين قال نحرق الإنجيل. أحرق كتاب الله إزاي؟ الإنجيل ده كتاب الله، وأنا كرجل مؤمن من صميم إيماني أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا دي تصرفات خاطئة. إنما النهاردة اللي أقوله هي كلمة واحدة، أقول إني أرد على ده بإني أثبت للعالم كله بإني مسلم محترم، إني مسلم متحضر، إني مسلم أعرف أدافع عن نبيي، أعرف أقول للعالم كله من هو محمد بن عبد الله، من هو محمد المجاهد، محمد النبي، محمد المحارب، محمد الإنسان، محمد اللي وضع دستور لحقوق الإنسان قبل العالم كله. ده اللي أقوله، لأن الناس دي ما تعرفش. علشان كده أنا لما جيت عملت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أهم حاجة عندي النداء المتعقل اللي قلته، بقول يا أمتي هذا ندائي فاسمعي تجمعي إياك أن تتصدعي. عيسى المسيح غاضبا يقول لا، موسى الكليم رافضا يقول لا، فبحد طه توقفوا وإن جهلتم فاعرفوا قدر الرسول محمد فهو السلام وهو الإمام وهو الجمال ومنتهاه. إلا رسول الله، إلا رسول الله. فأنا النهاردة بقول إن الفنانين اللي بيتعرضوا لهجمة شرسة من التيارات الدينية، أنا بقول لهم أنا أحد الفنانين وأشرف بإني أعمل في هذا الحق، والحمد لله أنا أنتمي إلى التيار الديني. فالحمد لله عايز أقول إن الفنانين دائما لهم وقفة في الخير وفي الحب، وهم مش بعاد وليسوا بمنأى عن أحداث تضر دينهم أو مجتمعهم أو بلادهم. واللي طالبوا إن احنا ما ننساش تاريخ الناس دي، منهم اللي أساء ومنهم اللي أحسن، ما ناخدش العاطل مع الباطل، منهم اللي قدم حاجات تافهة ومنهم اللي قدم حاجات قيمة شكلت وجدان الأمة. يا ريت نخلي بالنا ونعرف إن الفن له دور ودور قوي، وإذا كان هناك بعض اللي انحرفوا عن الدور القوي احنا نقومهم ونقول لهم الصح ايه، انما ما نرفضش الحكاية على العموم ونهاجمهم على العموم. شبابنا واولادنا اللي هم قدام السفارة، الشباب الجميل المصري، الشباب العظيم ده، نتفاجأ بهم حتى طول اخواننا في الداخلية. رب تنصحهم بإيه يا فندم؟ انا مش بنصحهم، انا زعلان منهم، انا زعلان منهم وبقول لهم يا شباب مصر الجميل اللي ضربتوا اروع المثل في 25 يناير اللي اوروبا كلها وامريكا قالت بنتمنى شبابنا يتعلموا من هذا الشباب اللي قام بثوره نظيفه سلميه وبدا ينظف مكانه ويكنس محدش عمل كده الا ناس متحضره اثبتت للعالم كله مدى تحضر الشعب المصري. اجي النهارده علشان انا اعلن غضبي عن هذا الفيلم المسيء. هل اعلان غضبي باني اضرب عسكري الشرطه، باني احرق عربيه بتاعت بلدي، باني اكسر عربيات لجماهير ملهاش ذنب، باني ادخل على السفاره الامريكيه اقتحمها وانا مش داري ايه الابعاد اللي ممكن تحدث؟ لا، ده غلط. وارجوكوا تعقلوا، ارجوكوا تعقلوا وتجمعوا على كلمه واحده، ان حضره النبي لو موجود لنا النهارده كان هيرفض هذا الاسلوب وهيقول لكم مش كده بتدافعوا عني، انتوا بتسيئوا الي والى الاسلام. صلى الله عليه وسلم. نفسنا نسمع مقطع من اغنيه لاجل النبي.
معلش هو مش وقته لاني انا منفعل، فانا بوعدكم ان شاء الله في مناسبه ثانيه اسمعكم اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.